السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المصري في فيديو جديد. تعال اقول لك في الفيديو ده ازاي تعمل مكرونة بالجبنة الجامدة دي معاك في الدايت، وكمان تعمل صدور الفراخ بالتتبيلة الجامدة دي اللي عمرك ما هتزهق منها. والوصفة دي كلها عالية جدا في البروتين وقليلة في السعرات، وطعمها جامد جدا يا معلم، وهتدمنها في الفيديو ده. فبعد ما تتفرج على المنظر الجامد ده وتمطع نظرك يا معلم، هتخش تشوف الطريقة معايا خطوة بخطوة. وهتبدأ بان انت تحط ميتك على النار، واول ما تبتدي تسخن تنزل عليها بنص معلقة من الملح ورشة خل يا معلم عشان المكرونة ما تلزقش. بعدين بقى اول ما الميه بتاعتك تغلي تنزل عليها بالمكرونه وتسيبها تتسلق على بال ما نعمل الصوص يا باشا. هنبدأ بقى في مكونات الصوص بتاعنا يا معلم. هتبدأ تنزل ب5 جرام زيت، عليهم 4 جرام دقيق، وتبدأ تقلب الدقيق لحد ما يبدأ يخش في السوا ويوصل معاك للشكل ده بالقوام ده. أول ما يتقل معاك كده هتنزل عليه ب150 مللي من اللبن كامل الدسم، وممكن تستبدله بنص كمية من اللبن ونص كمية من المية يا معلم، زي ما تحب، بس الأفضل يبقى لبن كامل. هتبدأ تقلب اللبن على نار متوسطة وما تخليهوش يفور منك، وما تشيلش المعلقة منه يا معلم لحد ما يتقل منك ويوصل بالقوام ده. احنا هنفضل نقلبه شوية حلوين لحد ما يوصل بالقوام ده. بعدين هننزل عليه بالبهارات بقى يا معلم، البابريكا والكركم للون بتاع الصوص، والملح والفلفل اساس اي حاجه. والتركيه بتاعتنا هنا ربع مكعب مرق الدجاج، هيدي طعم جامد جدا يا معلم صدقني. هتبدأ تنزل بالبهارات بتاعتك وتبدأ تقلب، هتبدأ تقلبهم، وبعدين بقى هتلاحظ تغير جامد في اللون، وبقى لونه اصفر زي ما كل الناس بتحبه. بعدين بقى اول ما يتقل معاك يا معلم هتطفي عليه النار وتنزل عليه بنوع الجبنه اللي انت عايزه. انا للاسف ما كانش عندي غير جبنه رومي، فنزلت عليه ب 20 جرام من الجبنه الرومي. ويا معلم ما تولعش النار والجبنه في الخليط، خلي سخونيه الخليط هي اللي هتسيح الجبنه. وبعدين بقى يكون الصوص كده جاهز. هنبدأ بقى في تتبيلة الفراخ يا معلم، هتنزل عليها بالبهارات اللي هكتبها لك على الشاشة وعلى أول تعليق. وبعدين تنزل عليهم بشوية صويا صوص يا معلم، وتنزل عليهم بقى بالمكونين السريين اللي مؤخرا اكتشفت إن هما بيحلوا أي تتبيلة، وهم المستردة والكاتشب. تنزل ب5 جرام و5 جرام يا معلم. وبس كده، دي مكونات التتبيلة وطعمها جامد جدا يا معلم مع إنها بسيطة جدا. بعدين بقى يا معلم هتخففهم بشوية لبن وتقلبهم تاني علشان يمتزجوا في الفراخ كويس قوي ويتوزعوا كويس قوي يا معلم. وهتزود اللبن على حسب كمية التتبيلة وكمية الفراخ بتاعتك يا معلم. وبعدين هتنزل بقى بالصدور بتاعتك سواء متقطعة شاورما أو متقطعة بانيه بالشكل ده. وعلى بال بقى مقلب الفراخ يا معلم، ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير وتشترك في القناة يا معلم عشان نوصل لل1000 قريب إن شاء الله، وتدعم المحتوى الهادف لأن في محتوى جامد قوي جاي قدام يا معلم. وبس كده، بعد ما قلبناها هنسيبها بقى من نص ساعة ليوم كامل زي ما انت عايز. وهنبدأ بقى في اللمسات الأخيرة يا معلم، وده شكل المكرونة بعد ما اتسلقت. هنجيب بقى المكرونة ننزل بيها على الصوص بتاعنا يا معلم، ونبدأ نقلبهم لحد ما يتمزجوا يا معلم. بعدين تجيب الطاسة بتاعتك بقى وتنزل فيها ب5 جرام زيت، وتسخن الزيت كويس قوي. بعدين تنزل بالبانيه بتاعك يا معلم وتسويه زي ما انت عايز. بعدين بقى ترجع تاني للمكرونة وتبدأ تقلبهم لحد ما المكرونة تشرب الصوص بالدرجة اللي انت عايزها. وبس كده يا معلم، انت كده خلصت الوصفة الجامدة دي، وبقى معاك المكرونة الجامدة دي والفراخ الجامدة دي اللي عمرك ما هتزهق منهم. الوصفة دي قليلة في السعرات جدا وعالية في البروتين. بس كده يا معلم، اتمنى ما اكونش طولت عليك والفيديو عجبك. وما تنساش بقى اللايك والكومنت والشير. ولو عايز فيديو جامد قوي يعلمك ازاي تاخد تمارين ممتازة وبالوجبة اللي قبل التمرين، يبقى لازم تخش تشوف الفيديو ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.